قال لك تزعزع جبل ولا طفار، هي هذه. من نهار سال الماتش والمغاربه كاملين مساكنه يحماقوا، من نهار سال الماتش والمغاربه كاملين متبعين هذه القضيه هذه. الكاف كتضحك على المغرب. من نهار سال الماتش والكاف خارجه في رسائل: ستقوم الكاف عقوبات قاسيه المرض قاسي. في الاخر الماده 38، الماده 42، الماده 82، الماده 86، في الاخر شنو خرجت الصباح هذا؟ هذوك العقوبات على المنتخب السنغالي مازال للتاريخ. افريقيا اللعينه. تخيل معايا المغرب كان مظلوم ولا هو الظالم. عقوبات اللي خرجت على المنتخب المغربي كالعقوبات اللي خرجت في المنتخب السنغالي. الكاس داوز طاطا. شنو وقفوا لنا جوج لاعبيه، وقفوا المدرب وجوج لاعبيه. هاي خلصوا الفلوس، غنخلصوا الفلوس. شنو الى السيطره ديال المغرب؟ هذوك الناس اللي كيقولوا المغرب مسيطر على الكاف، المغرب مسيطر على اللجنه التاديبيه، المغرب فاش مسيطر؟ مسيطر في مواقع التواصل الاجتماعي، مسيطر في الفيسبوك، مسيطر في التيك توك، مسيطر في الانستغرام. فاش مسيطر هذا المغرب هذا؟ واش كضحكوا على الوقت؟ سي الله ياخذ فيكم الحق في هذا الصباح هذا. عقوبات تقريبا متساويه من الكاف. وش هو فشل الجانب المغربي في تدبير الملف ولا قوه السنغاليين؟ من بعد الاحداث ديال النهائي، الهيئه التاديبيه للاتحاد الافريقي لكره القدم دخلت على الخط وخرجت بعقوبات رسميه على السنغال وحتى على المغرب. ولكن النتيجه كانت مختلفه. السنغال خداو الكاس والمغرب بقاو لهم غير الوعود تاع الركراكي. بالنسبه للسنغال العقوبات تقريبا مجموع الغرامات وصل ل 715 الف دولار بسبب تصرفات اللاعبين والطاقم التقني وكاع داك الشغب الجماهير. بالاضافه لان المدرب باب بوناتيا توقف 5 الماتشات رسميه، واللاعبان اليمان دياي واسماعيل سار توقفوا 2 ماتشات لكل واحد بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم. اما المغرب العقوبات الماليه كانت اقل، ولكن راه حنا اللي مشى لينا الكاس قدام عينينا وتخرب لينا التيران ديالنا. مجموع الغرامات بلغ 415 الف دولار بسبب سلوك جميع الكرات، تدخل اللاعبين والطاقم التقني في منطقه الفار، واستعمال ليزر من طرف الجماهير. اما على المستوى الرياضي فاشرف حكيمي توقف 2 ماتشات، واحده منهم موقوفه التنفيذ، واسماعيل السيباري توقف 3 الماتشات. الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم حاولت تعترض على ما اعتبرته خروقات من الطرف السنغالي، ولكن الكاف رفضت الاعتراض واغلقت الملف نهائيا. في الخلاصه خسرنا الكاس كرويا وخسرناه كتابيا. في الاخير السنغال غيبقاو هما ابطال افريقيا، والشيء اللي دار المدرب ديالهم واللاعبين غادي يتسجل مع مرور الوقت كتصرف بطولي. اما اللي وقع لينا حنا من جانب المنتخب المغربي من مدرب ولاعبين ومسؤولين فغيبقى وصمه عار. خساره داخل الدار قدام 65 الف متفرج، ضيع حلم 40 مليون مغربي بعد اكثر من نصف قرن ديال الانتظار. جيرو واحد المثل: كبر هاد صغار. في الحياه اليوميه كبر مات صغار. الشيء اللي دار المدرب هو اللي كبره، هو سبب المشاكل، سبب الروين هذه المباراه. وفي الاخر شنو وقع؟ وقفوا 5 المباريات، السيباري حيد الفوطه، وقفوه 3 المباريات، عطاهم نفس الغرامه. الحياه ديما كبر مات صغار. كلشي نقدر ندوزو، كلشي يقدر يتصرف. كيفاش المدرب ديال السنغال تعاقب بحالو بحال السيباري؟ نفس الغرامه الماليه اللي هي قدرها 100 الف دولار، و5 المباريات المدرب السنغال و3 المباريات السيباري. شي واحد يقدر يشرح لنا المهزله ديال افريقيا؟ كارثه.